اهلا بيكم في سبوتاية دريفل ليج مختلفه جديده بشكل جديد. معايا خالد ومعاذ وعمر. ازيك يا خلود؟ ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كسبنا اخيرا. كسبت ايه اخيرا دي؟ كسبت بكسب عادي. انا عادي متعود يعني. ده بطل العالم. يا عم بقى ما تفتحوش يا عم. ايه اللي جبت بقى؟ ازيك اهو. انا كده كسبان على طول عادي. في الاصابات بوظت الدنيا. فقر والله العظيم. ليه مين اتصاب؟ مين ما اتصابش؟ مين ما اتصابش؟ مين ما اتصابش؟ ساكا اتصاب الصبح، اوديجارد. ووديجارد اتصاب بالليل، وهافرز قبل عنده يومين. يا نهار مش أبيض. انت هتحسن على ساكا بس؟ لا اوديجارد والله مهم. لا يا اوديجارد ده مش عارف انت مش لعبت خلاص، لعبت وخدت منه 3 نقط. يا عم انا هاخدها عادي، ايه المشكله؟ دلوقتي استنى في اللي جاي بقى، استنى اللي جاي بقى. السنه اللي جايه. عندنا معاذ. هو بيخاف من سوالرلاند نورك يا صاحبي. احنا عايزين دايما كده، انت قاعد معانا في مانشستر على طول الموسم الجاي. الموسم اللي جاي مش ده. عايزين نتكلم عن رجاله دوري انجليزي كده. الجوله دي كانت حلوه، كله كسب ما عدا دخيلك. كله لا بس هو عمل اداء حلو قدام ارسنال. دي هو معاه نقطه واداء حلو قدام ارسنال، ده اللي بيتقال على طول. ده حلو. مركزين بطول مركز تاني. عادي يا باشا، ما انت بقالك كام سنه مركز كام انت؟ يا عم مش بفرح بقول يا مركز كام. بقول لك يعني نبدا الحلقه خلاص. لا. يا عم بتكلم مع الراجل يا عم، انت مالك انت يا عم؟ بس انت فرحان قوي الدنيا اصلا عمل اداء قدامكم كويس. صعب يعني. هو ممكن اي حد يتكلم مع الراجل ده، يعني ممكن اي حد يتكلم من الراجل ده عشان دي بقى نكسب بطولات وبتاع. انت ما بتتكلمش دلوقتي. مين بيكسب بطولات؟ الراجل ده بيكسب بطولات، كونفرنس ليج ليفربول بيكسب بطولات، وفي ليفربول. لا ده لا ثانية. يعني اي حد لا، بقول لك ثانية. الدوري الانجليزي يكسب بطولات، توتنهام بيكسب بطولات، يتكلم معاه. انما انت ما تتكلمش. يعني لما اكسب هتكلم ايه؟ انا هدافع عنه. 5 نهائي في 5 سنين يعني. يس انت لسه بالاس خد في ناس مركز تاني ما بتعملهاش. انت لسه الحلقه عشان هنقعد نفتح فتح مش كده هنخلص. خلاص خلينا نتكلم كده في مشاكل الجوله. اول ماتش كانت تشيلسي وست هام، خلص 5-1. اصابه بالمر في التسخين. دي مفاجأة، أنا كنت جايبه في الفانتسي. كلنا انا كنت هكابتنه. بس الفرقه من غير بالمر لاول مره من فتره كبيره بتلعب ماتش حلو جدا، بتكسب بدل المكسب 1 2 3 ب 4 و5. ستيفاو الراجل عمل ماتش حلو فشخ. وجو بيدرو نيتو بيدرو كده ده الضلع التاني اللي في تشيلسي اللي هيبقى جامد في الموسم مع بيدرو نيتو عامل ماتش حلو جدا. وجيمس ريس جيمس لعب في نص الملعب برضه الشوط الثاني، عمل ماتش عظيم. انت شايف غياب بالمر ده اصلا مش عارف هو مكمل قد ايه. 3 أسابيع 3 في اسبوع انترناشونال دي بريك دي اللي هو بعد الماتش اللي جاي، يعني بعد الجوله اللي جايه، فانت كده الجوله اللي جايه مش هتلعب من غيره. نلحق نبيعه بقى. بس شايف مش هتفرق يعني، مش فارقة معاكوا قوي. بالمر موجود، مش معتمد عليه. لا بس لا كده لا ده طبعا مهم طبعا بيحرك الفرقه يعني. فلو نفر عندك بداية بس كده نتيجه ال5-1 هي نتيجه خانقه شويه. انت كده دخلت 3 اجوان من الكولورات. لا مش فكره كورنرات كده، بس اللي كان اخطاء ساذجه من الدفاع. الجون يعني غلط مرتين 3 في الكورنرات، تغطيه غلط. فانت بتتكلم لغايه الجون اللي هو الثالث، انت يعني لحد ما منتشر الجوان كان فيها جمل اكتر وبتاع، لكن بعد كده اللي هي فكره الجوان من الكورنرات دي ما كانتش يعني غير. انت ضيعت، بس انت ضيعت في اللعب المباشر. ماشي، بس انت في الاول وفي الاخر يعني انت الجون الاول كانت فيه جمله كوريلا لعبها باص، لكن انت بعد كده بقيت الكورنرين الاخر اللي في الاخر دولت ما كانوش بنفس الاهميه يعني. ففي الاول وفي الاخر ماتش 5 بس مش نتيجه كبيره اللي انت تقدر. وسام برضو واضح ان هو يستهان مش المنافس. سايدر 3 خلاص. في الاول وفي الاخر الفرقه شكلها لحد ما كويس يعني، في بدايه احسن من الموسم اللي فات. بتكمل على اللي انت بداته في الصيف بعد نهايه البطولتين اللي هي كانت الكونفرنس وبعد كده كاس العالم. فشوف بس كده لسه عندك ناقص. انت مشكلتك انت لغايه دلوقتي ملف حراسه المرمى غدار عليه الوينج. كان حاجه هي الفكره كلها. هو في مشكله اصلا في الدوري الانجليزي السنه دي اللي كل الفرق راح تجيب قدام بس، وكل ورا عنده زي الزفت ما عدا ارسنال. هو الوحيد اللي ظابط يعتبر دفاعه، عنده خطين. الدوري أحسن 4 مدافعين خرجوا منه بره الدوري تقريبا. بتاع بايرن ليفركوزن. ما هو رايح ياخده عند. لا بس ثانية انا هبيع كتير يا جماعه. بص هبيع كتير. ده الخامس بتاعك يعني. لا ليه انا عندي جابرييل وصليبا فيوري معتمد عليه. وكتير. هو كان التالت يا مهند مسكيرة، ما انت جبت مسكيرة يا حبيبي. هو مين التالت؟ وكاليفيوري بيلعب في اي حاجه غير الدفاع عادي. لا يا حبيبي هيلعب قبل باك ما يجي شمال، هيلعب باك يمين. فاكر زي ما بقول لك هي المشكله فكره الفرقه. انت عندك مشكله ولا واحد جاب يعني مثلا دوناروما اترمى على الترابيزه، انت ما دخلتش فيه عشان تخلصه. بس مش محتاج حراس. انت ناقص لعيبه اصلا. خلي مركز عنده هو. الجونين اللي دخلوا فيا الجون بتاع كريستال بالاس، الجون مش بس سانشيز معاه 20 3 مثلا. والجون اللي هو كوستا بتاع برضه وولفز كان معروض للبيع، كل الكلام ده
امبارح مفيش حد جاب اي حاجه، فانت في الاخر داخل. والاول كنت بتتكلم في منيان في اول الصيف، قلت السنه لغايه ما يبدا. وعندك دلوقتي مشكله كمان في قلب الدفاع، انت بعد ما كله اتصاب انت لازم بقى دي اهم مشكله عندك فعلا. هو جاب الواد اللي هو اللي من دوري عماية ده، اللي هو هاتور ده باين ولا عايز كده، بس هو ده ما لعبش ولا ماتش. كلام على شيري سيمونز وفيرمين لوبيز. هو في الاخر شكلها سيفي سيمنز اقرب تقريبا. لا شكلها دلوقتي في الاقرب. فعلا. يا ريت هي تشامبيونز ليج عايزين ندخل الثانيه وجناتشو يا جماعه دلوقتي اصلا في نقطه. جرناتشو خلاص خلصت. خلاص جناتشو في الاخر خلصت. خلصت عشان نيكلاس جاكسون هيطلع عار بايرن لا النهارده كلام على بايرن والزمالك شراء ب 80 مليون فوق كده. مش عارف. المفروض بيع، بيع. بيع. هم عايزين بيع بس ممكن ما يحصلش بيع. ممكن مثلا يبقى عارة زي اللي كانت موبايل زي سانشو. بس المرة دي تفاوضوا اكتر يعني في الاول والاخر، فهي هي اللي هتشوف سانشو مارفل بيتجرى في اخر اليومين اصلا وهو لا بس انت جرناتشو بيتكلم عليه من اول جرناتشو ماسك فيهم بقاله اللي حبة. هو لازم اطلع مهاجمين ولازم يطلع حاجه، فالفكره بس هو لانه عايزين بالعمق السكور كبير وعايز اكبر من كده. اكبر من كده يا عم انا ببيع يا عم. هو حصل انت بيبيع بتبيع فعلا، بمكسب الحقيقة، انت بتبيع بمكسب بس عندك لعيبة كتير قوي في كل المراكز. ما عدا الدفاع الدفاع انت عندك الصفاقين، انت خلي بالك ده عنده صمات، عنده بدياشيل ده دلوقتي بدياشيل دلوقتي يرجع امتى؟ رجع سنه رجع ماتش رجع خلاص؟ رجع تمام. وعندك فوفانا المفروض خلاص فات بس لسه ما لعبش، وكله لسه مصاب تمام. وعندك كل الموسم خلاص. لا يعني لا بس مش خلاص لسه هيلحق اخر النص الثاني. شالوه بيلعب. فانت عندك مشكله دلوقتي مع اللي جنبه، هي دي المشكله. فانت لو حليت اللقطه دي، لكن انت كونجات باك انت تعمل نفسك بطريقه محترمه، فخلاص انت ما عندكش اي مشكله. بس في الاول والاخر انت تقدر تكمل بقى لغايه فين؟ لا هتكمل في مراكز متقدمه يعني عادي، لكن كمنافسه على الدوري لا. انت مقتنع ان انت صعب صح؟ لا طبعا لا، كده في فرق تانية اجهز مني، وكده ارسنال اجهز السنه دي. كان دلوقتي هو كان عنده مشكله في نص الملعب بتاعه، وعنده مشكله في الهجوم. بس اشوف هو دلوقتي الاصابات هيعمل فيها ايه. بس هو اجهز فريق دلوقتي على الورق هو ارسنال، اللي هو ظبط خلاص دلوقتي. اجاز ليفربول. اه طبعا اجهز ليفربول. دي حاجه ليفربول عنده مشكله. لا اختلف اجهز من ليفربول دي. لا نتكلم فيها دي. هو اجهز يعني خلينا ناخد ارسنال بعد كده ليفربول بعد كده نختم هو انا اجهز ختموها مسك. مانشستر. انا اجهز لو الاصابات بعدت عني. انا مشكله كل موسم مش عارف شايف المشكله دي فين؟ لان المشكله دي فعلا هي مشكله فاكر لما اتكلمنا فيها السنه اللي فاتت بالظبط. قلت لك المشكله بتاعت روبن فان بيرسي، وان روبن بيرسي كان بيصاب فشخ مع ايوه يا جماعه. بس لو قلت لك انا فكرت فيها ان ممكن يبقى في مشكله عندي في الجهاز الطبي. هو اصابه ساكا في الماتش اللي فات عادي وهو بيلعب، اوديجارد وهو بيلعب. هو ده ممكن يكون حمل بدني ناتج عن يعني بدأ في موسم بادئ. ناتج عن التمرين نفسه. لسه اللعيبه التمرين بيفرق، انت بتتعبهم في التمرين وبتحرقهم عشان يطلعوا احسن حاجة. ما هو طبيعي يتصابوا كتير. هي مشكلتي في التوقيت كمان. ما بتكلمش في التوقيت. طب انا ازاي كل يا جدع ده رابع موسم على التوالي سكت يا اتصاب جدع منه. بلاش بقى من امال هو راح جاب مدويكي ليه؟ كل الفرق كسبت وهي متصاب لها ناس. ساكا السنه اللي فاتت لهم 3 شهور. 3 شهور السنه دي هو اول شهر ان شاء الله. بس لسه اول شهر. هي المشكله، عارف المشكله في ايه؟ ان هو غاب مني في اهم شهر. انا لو عديت ماتش ليفربول والسيتي انا خلاص. هو غاب منك في هذا الشهر. انت دلوقتي كان معاك فلوس، رحت قلت انا ساكا بيتصاب مني، فرحت جبت مدويكي، ماشي. ورحت قلت انا مش مقتنع بمارتينيلي وبتاع، ورحت جبت ايزي. فدلوقتي لما تيجي تقول لي اوديجارد اصلا اتصاب، اصلا ساكا اتصاب، تعمل الفلوس دي جبتها عشان ايه؟ على فكره ما هو انا كان عندي المفروض البديل بتاعهم مين كان؟ هافرتس اتصاب برضه. دلوقتي احنا بنتكلم ان عندك 3 لعيبه اتصابوا في اول ماتشين في الموسم. مظبوط انت المفروض جايب لهم بديل، مظبوط. انا جاي فالمفروض ما تاثرش. مظبوط. بس هو بدأ لسه هو ايزي لسه ما لعبش ولا ماتش. ومادويكي جاي ولا خد ما تقلقش يا على جماعه. وانا ما قلتش ان انا عندي مشكله بس وانا بره أنا بس بقول انا قلت لك ان انا عندي مشكله بس الماتش الجاي وان انا انا قلت انا تمام. ماشي. بس هو لسه الاصابات عشان دولت الاصابات. انا بتكلم ان انا عندي مشكله حظ في الاصابات. هو نفسه يلعب سكواد انا عايز العب سكواد كامل. الحظ ده لما يكون مثلا انت خلاص بتحسم دوري، يجي لك علم اللعيب بتاع الايه ده ولا ده كان بيحصل برضه في فرق. مع التوالي بيتصاب، فدي مش حظ. يبقى اللي في ايام اللعيب ده خلاص هو خلاص عنده الهيستوري بتاعته وحش في الاصابه بتاعته. هو اوديجارد ليه ما انت مش عارف تعالج؟ هي مش نفس الاصابه مبدئيا. ده رقم واحد. تاني حاجه هو جسمه طب خلاص تعالى نسيب ساكا. وهو اوديجارد الاصابه مختلفه خالص. انت كنت عايز تبيعه. لو كنت عايز ابيعه كانش في كلام على اوديجارد خالص. لا صعب يبيعوا صعب يبيعوا. خلاص اوديجارد مش عايزاه وخلاص. صعب هم متضايقين منه بس صعب يبيعوه. انت شايف اصاباتك انا جاهز. لا انا جاهز والله. جاهز والله. رقم واحد على الدوري الانجليزي السنه دي.
شاء الله. بس مش شايف انه بجد والله العظيم هو مش حاجه يعني. بس المشكله ان انت تكسب بالكورنرات ماتشات كتير يا اكيد هتتقفل. اقول لك على حاجه، طبعا هو ثانيه بس واحدة. انا شايفها دي بصراحه واحده يعني. بس واحده. اولا ماتش مانشستر هو ماتش صعب جدا. مانشستر ما انا واحده سيبك من مانشستر. واحده بس. ماتش مانشستر كده على ماتش مانشستر ماتش صعب قوي في الاولد ترافورد. فانا ده احسن حالاتي بروح هناك بعيني. اي فرقه في الدوري حتى مانشستر في اوحش فتره ليها ده حق اي حد هيروح يعرف ان انا اكسب ماتش مانشستر بكورنر، فلا انا تمام. اللي بعده الماتش اللي بعديها كسبان 5. بس برضه يعني انت بتفتح دايماً معظم كسبان خمسة. ماتشاتك بكورنرات. ايه انا شايف يا ان دي جماعه؟ ما هو ده حل. انا شايف ان دي هتتقفل قريب. فين ده؟ ما انا بقيت بس. سنتين جايب 33 جول. هي ناجحه 100%. وبغير التكتيك اصلا بتاع ماتش ليدز اصلا ده اول مره يعملوه. مره على البعيده، مره هم كلهم الماتش اللي فات وقفوا على البعيده وجريوا. ما دي بعدين بيعملوها هقول لك بقى على السيزون اللي فات. هقول لك بس دي جديده كانت السيزون وانت اللي عارف فات. ايزي من احد الاسباب طبعا مانشستر اللي هو جاي ليه؟ عشان انا كان عندي بيلعب الكورنر من الناحيه الثانيه من ناحيه الشمال كان ديكلان رايس. لا استنى من الاسباب بتاعته والله. هو ديكلان رايس اكتر لعيب دفاعي في بيوقف على الخط، فهو ايزي بيرفع من الناحيه الثانيه كويس جدا وبيلفها، فده من الاسباب بتاعته. فلا هو انا مكمل ده وده حل يا حبيبي. بقول لك من الاسباب من الاسباب. هو دلوقتي جاب مهاجم عشان كان عنده مشكله ان هو ده يعني كنا ده تحلو له النص اللي فات ما تسجلش عشان كده. ايوه على فكره هو انا لكن لغايه دلوقتي جاب له جونين. نلخص الموضوع في ان هو جيكريز كان حل مشكلته. هو على فكره لسه يا جماعه المفروض بقى هات جيكريز بقى، الراجل سرع التسجيل بجونين، فاهم؟ سرح لهم شعره على فكره دي مشكله والله العظيم. نصر الاعلام ايش بيتمنظر؟ لا يا جماعه شخصيته يا جماعه شخصيته دي مشكله. لا يا جماعه معناها ان هو بيسمع اللي بيتكتب، وانا مش عايز يبقى مضغوط. وعلى فكره بس دي وعلى على فكره الواد ثانية بس. شخصيته قويه. لا يا شخصيته جماعة، قويه. وعلى فكره لما جاب الجون الرد الفعل بتاعه مضغوط. ايوه ما هو دي حاجه يا جماعه ان هو بيسمع بس هو الإعلام. شخصيه قويه. صفقه طولت قوي طول الصيف ماشي. وحوارات مع سيفي ده بيتكلم عن يناير هو صانع اللي هو مع سبورتنج وحوارات مع الرئيس. انا بس مشكلتي ان هو بيقرا اللي بيتكتب على الانترنت وبتاع، فده هيخليه على طول يشتت تركيزه. دي مشكلتي. بس انت شايف ان هو ده خلاص يعني هو ابتدى حل المثالي، المهاجم المثالي اللي ناقص ارسنال جه بنسبه كبيره وخليني اقول لك ليه. انا مش عايز جوكيريس يكسبني في الماتشات الكبيره زي بتاعه تشيلسي او مانشستر او ليفربول. الماتشات دي انا كنت بكسبها قبل ما يجي جوكيريس، كنت بكسبها والله بجد. انا جوكيريس عايزه يكسبني ماتشات هو الساحل. بيتكلم لا فكره اللي هو فكره الفرقه اللي اندر دوج نزل مقفله ايوه دي بتوقع مني نقط. عارف هقول لك على ميزه في جوكيريس. هقول لك على بيخسر ماتشات صغيره. بص على الجون بتاع جوكيريس اللي جبناه في ليدز. الكوره هو رفع عينه على الجون يا جماعه لما استلمها بره المنطقه. من ساعه ما استلمها ودخل لحد المنطقه هو عينه في الارض. هو حافظ مكان، هو فاضي بص في الارض وشايط جابها جون. هو حافظ مكان الجون من غير ما يرفع عينيه اصلا. هو ايوه هو مهاجم جوه البوكس شرس جدا. مش مستوعب ان هو ممكن يكون يبقى الهداف في الاخر في اخر السيزون. هي بس والله هو انا مشكلتي يا جماعه ان هو هيبقى هداف انا كابتنته على طول. انا كابتنته. مش درجه هداف. ليه مين تاني ناس الواد مجرم. صلاح هالاند صلاح وكيتيكي يا جماعه. ازيك لا ازيك الله اعلم بقى. هو بيلعب هيلعب يا جدعان. مش هيلعب. خلي بالك ما تعرفش هو ده يا اما يا جماعه. ما انت ما تضمنش الصفقه هتخلص. خلي بالك مين قال لك اللي هو دلوقتي لما يجي يلعب بالنفسيه ازاي بالطريقه ازاي. وكيتيكي مادي. كيتيكي مادي قوي بقى. على ليفربول. هي بس عايز حاجه ثانيه بس معلش نرجع بس لارسنال. هو ايزي ما كانش جاي عشان يعوض اوديجارد. الناس كلها كانت فاكره ان هو جاي يلعب 10. ايزي اصلا كان في كريستال بالاس في تألقه كان بيلعب وينج شمال في 4-4-2. فانا اصلا كنت جايبه دلوقتي انا هطلع غالبا هيلعبوا لحد يرجع غالبا يعني ده الحل الوحيد تقريبا. مديوكي هيلعب يمين. مديوكي هيلعب مش حد 10 خالص. نونيني ممكن. هو نونيني حل برضه بس هو صغير. ونونيني احسن من اوديجارد فعلا. ولما نزل في ماتش ليدز الفرقه فرقت. لا اوديجارد يا جدعان انتوا جايين عليه قوي. لا انا ما قلتش ان هو وحش. انا بحب اوديجارد من زمان. هو بيبطئ رتم اللعب. الموسم اللي فات هو ما كانش هو بيبطئ رتم اللعب. ده مشكلته. هو بيبطئ رتم اللعب. الموسم اللي فات هو وحش فعلا. الموسم اللي فات وحش. الموسم اللي قبل اللي فات هو كان مرتين كانوا بيلعبوا خلاص هو وحش. هو عامه في ان هو كان بدأ ان هو عادي كويس يعني يجي. بس هو الاصابه طبعا هي في الاغلب اللي لما بيصاب لما بيرجع ياخد وقت. بس هي الاصابه بتاعته مش في رجليه اول حاجه. تاني حاجه مش كبيره اعتقد اسبوعين. يعني اعتقد هيرجع بعد التوقف على طول. يعني مش زي ساكا مش هيطول. خلي بالك دي مصلحتك انت برضو عندك الانترناشونال بريك ده جالك على انقذهم. انت لو كنت كملت اصل كده كساندر. انا عندي امل ان ساكا ممكن يلحق اخر ماتش. او اخر ماتش اعتقد في الاربعه التقال اعتقد نيوكاسل مش السيتي. بس مش هيلحقوا ماتش نيوكاسل. ممكن يلحقوا. ازاي بقى مش شايفين ان ليفربول اجهز من ارسنال؟ هنتكلم
نتكلم بقى. نتكلم عن ليفربول. انت ازاي انت بقى؟ اول وجهه نظرك في فكره ليفربول اللي هيلعب قبل ارسنال، انا اقول لك انا وجهة نظري ايه، هو الناس الراجل سلوت جه سيزون مسك كسب الدوري بسهولة، وجاي جاب صفقات على مزاجه اكتر، فهيبقى احسن أكتر. عارف بقى ليه ده؟ موضوع ده اسهل سبب ان هي بكتير. مش جاهزه. الموضوع مش اسهل بكتير. ده السبب ان هي مش جاهزه. عارف ليه؟ اولا السنه اللي فاتت طبعا كانت ليفربول مرشحه مفيش كلام، بس ما كانش عليها ضغط بتاع السنه دي. السنه دي هي داخله اكتر فرقه عليها عين عشان ياخد الدوري. تاني حاجه هي جايبه صفقات وصرفه، فكل الفرق مركزه معاها. السنه اللي فاتت ليفربول حسب الدوري سنه 12 ده حقيقي، وكان حسب الدوري سنه 12. ده حقيقي، بس انا بتكلم بقى جاهزين على الورق، هم اكتر ناس ممكن يحصل لا حاجه. هو مش ثانيه بس، واحده واحده. ليفربول عنده مشكله في فان دايك الماتش اللي فات كان كويس، كوناتي مش حلو، الباكين مش جاهزين، فيرتز لسه مش جاهز، عنده مشكله في نص الملعب. يعني لا هو اصلا بنتكلم قبل بدايه الموسم. هو طبعا قبل بدايه الموسم هو على الورق ليفربول كان جاهز، حلو صح. بس دلوقتي بعد بقى مباراه الكوميونتي شيلد اللي بينت بلاوي دفاع ليفربول، وبعد كمان الماتش الاولاني لبورنموث فضل دائر مع ليفربول لحد ده 85 او 86، واصابه فريمبونج. لسه كنت اقول لك هو مفيش باك يمين. هو لو لعب قدام ماتش ارسنال بسبب ستاي باك يمين، احنا لو ما كسبناش نبقى غلطانين. واللي زادوا نلعب غلطه قدام فرقه بيلعب بس ستاي باك يمين لازم اكسب طبعا. واللي زادوا غلطه ان نيوكاسل كمان وهو اصلا واحد رجع عليه، مظبوط. فابتدت الناس تشك في ليفربول بقى. يعني شايف كده برضه صح؟ انا شايف، لا انا شايف اللي هو دلوقتي هو عنده مشاكل في الدفاع يعني كارثيه. هو السنه اللي فاتت كان عنده ارنولد وكان عنده اورسون كان سيء تمام وكان بيغيره. بس هي الفكره كلها دلوقتي هو كان كوناتي وفان دايك في الموسم اللي فات. هو دلوقتي عنده مشكله اللي كانت وارنولد ما كانش زي يا كابتن. لا كان سيء، بس قصدي بتكلم في فكره بس التفاهم، بس كده كده بتكلم بالظبط. في فكرة دلوقتي. هو اولا هو خلص الدوري الموسم اللي فات من شهر 12، من شهر 12 هو خلص الدوري. دي حقيقه. كان اقرب فرقه ليه كانت فرق 5-7 نقط وخلاص وكان شكرا. خلاص هو كمل بقيه الدوري. هو دلوقتي بيلعب باك دلوقتي يمين. ولا؟ لا بعدين ذكر هو المشكله اللي الحقيقه بتفرج عليه بيعمل مشاكل في الدفاع ومش بيغطي وراه، وعندك مشكله على اليمين في البونج لسه انت اصلا بتقول ما فيش بقى ارنولد دلوقتي، مفيش باك يمين. هو لاعب ماتش اسمه سلاي، فهو ما فيش بقى خالص. صح. الماتش اللي قبليه كان نزل الواد اللي هو الواد نزل في دقيقه ما حط الدقيقه 57، نزل الواد الياباني ده ولا بدا مش فاكر والله اسمه ايه ولا فلا ليفربول عندها مشاكل. اندو. فلا ده اندو كمان، يعني هو خرج في البوج، هو مش مقتنع لسه اصلا بالبونج. والمشكله دلوقتي كمان صلاح لسه ما تكيفش مع بيعمل اسيست جاب جون، انا مش معترض، بس هو لسه فعلا مش محتاج يتولد بس. مش فكره تتجاي، بس انا بكلمك فكره انت دلوقتي ايوه الخط انت دلوقتي قدام لما الغاية. بتلعب قدام نيوكاسل تمام، ونيوكاسل ما بتلعبش بيزاك اللي هو الوحش بتاعها تمام، وتدخل فيك جولين وتضغطك تمام، وبعد كده بس نيوكاسل ماتش صعب عادي جدا. انت لا معلش بجد لا ماتش صعب بعد الطرد المفروض لا يعني. بس ونزلت الشوط الثاني الكره خدمتك وجبت ده جدع. انتوا عارفين يا جماعه نسبه الفوز المحققه ليفربول في الشوط الثاني كام؟ 0. مفيش. ليفربول الشوط الثاني كله يا باشا. خلي بالك لولا اللي ايدي هاود غابه تمام وطبعا في الماتش انا ما اعرفش ازاي كده، مش عارف ازاي كده يا جماعه. تجري على كوره بتجيب كوره من الشبكه وعايز تسجل التيب. مش عارف ازاي. تاني خلي بالك الكوره لما اتلعبت اوفر، هو دلوقتي كان في مدافع واحد بس مع اللي عداها، مش فاكر كان مين مهاجم اللي عداها، وده جاي من ورا السلام عليكم وجا حطها خلاص. بس طلع الشنطه ونزل حط الجون ومشي. انت بتتكلم اللي هو لا يعني ده بلح اللي هو الفكره الغبيه اللي هو عملها. كان هيبقى ماتش خلي بالك يبقى راكب قوي. هو داخل ماتش ارسنال اللي هو متعادل قدام نيوكاسل، ونيوكاسل كانت مطرود منها، فالماتش فرق دلوقتي على الورق مش على الورق دلوقتي واحد عليه بيتكلم، هو مش لاعب. هو اقحم بالي ضغط هو مش هركز من ناحيه دفاعيه، هو من ناحيه الناحيه وهناك هجوميه ايوه هتعرف تجيب بقى كام جون يغطي كوارث الدفاع. هل اول ضغط تجيب زي برضه؟ لا طبعا بالذات بعد اللي كيتيكي عمل. الكتيكا يا جماعه صفقه الموسم. انا الكتيكا بيفكرني ببنزيما. يا اسطى ما حدش نفس سيتي راح يجيب دوناروما ولسه جايب حارس مرمى، ده جاب كيتيكي ولسه عايز يروح يجيب. ايوه هو ايزاك هيعدي. كل شويه يقول لك ايه هقدم اكبر الصفقه، ده بيعمل جيوني مدافع برضه بيتكلموا عليه. مين؟ جيوني ومارك جيل بتاع رميشا بلس، بس لسه مش حاجه خلصت. هو كله بيركز معاه ازاي هو كل مرة ولو طلع الفلوس دي خلاص شكرا. هو مش هيتقى، هو دفع كتير قوي الموسم ده، حتى لو كسب حتى لو باع فلوس دياز، وحتى لو باع هو احسن فريق بيعرف يبيع بصراحه ايه ولا الراجل ده. وانا ده اول 8 حرامي ده بيس الاموال. صح. انتوا 65 يلا ادولك يا عم، احنا هنلعب الماتش الجاي مكان ساكا يا عم. هيكسرني الماتش الجاي ان شاء الله. يا عم انا اكره اخويا اللندني اخوات في داري واحد. تعالى بقى ناخد باي مانشستر.
خلي بالك هو يعني اللي كان فرقه توتنهام اوكي فرقه مانشستر انسوهم السنه دي اللي هم يكونوا زي الموسم اللي فات بتاع مانشستر زي الموسم اللي فات. مانشستر هتقدم موسم كويس وانا شايف دفاع مانشستر مش سيء. خلي بالك انا شايف ان دفاع مانشستر هو احسن دفاع في الدوري بعد ارسنال بالطريقه اللي هو بيلعب بيها الثلاثه اللي ورا 3 دي انا شايف احسن. وعمل قلت لك انت احسن واحد تقعد تتزلق. لا بس مانشستر مش حلو يا اسطى. يا اسطى لا يا اسطى هتبدا يا اسطى واحده واحده يا اسطى. بص انا شفت يعني خليني ايه ماتش ارسنال ده انا حاسس بالظلم مثلا. ماتش فولهام انت لو تبص اول 4 دقايق 2-0 4 دقايق دي يا اسطى 2-0 فانت تقعد بقى خلاص تسيب الماتش ايه. انا حرفيا كنت في الشغل شفت الشوط الاول كده وانا قاعد فاضي اتشغلت شويه سبت الماتش لقيتنا خسرنا. تعبت يا عم لقيتنا تعادلنا بعد ما جبنا الجول. ايوه ما دي بالنسبه لي حرق الدم على اللي انا شفته انا في اول 4 دقايق اكسب. طب ايه اللي حصل؟ ابص على احصائيات الشوط الثاني ده بقى اللي انا ما فهمتوش. ضيع احنا اتمسك علينا الكره الشوط الثاني بس ضربه الجزاء برو ما اعرفش مش فاهم. غلطه كارثيه بتلعبوا الكوره. دوج ده في الضلاله خالص. ما انا شايف ان هو مش صغير قوي. ايش يا اسطى مش هو انا مش عارف انا واثق كان بيستا هو مادي قوي بس مش يعني في الدفاع. الكوره ما كانتش متاخده من كانت درجه، اوفر متاخده صح؟ من حد تاني، كانت متاخده مش من درجه الكوره. ما هو ده بقى عيب. ده عيب لانه هو على الارض واحد لواحد. مين بالي كان بيستلمها قطعت منه كان برونو. الهجوم احلى بكتير. الواد مجرم في الهجوم. اسمه ده برونو اللي هو الواد عدى من جنبه. ايوه برافو. هي اللي كانت المشكله في الجول بس السنه اللي فاتت اللي بدا من عنده هو اتقطعت منه وخلاص شكرا. بس في الاول وفي الاخر انا شايف ان هم يعني عايزين تصبر على مورينيو لحد لا انا اصبر على اي حد. ما تصبر اصبر على اي حد. لا لو يعني مامورين لو خلص ثانيه بس لو خلص احنا كنادي بس انا عايزهم يصبروا على اي حد. لو خلص تحت العاشر تاني مش لسه ما خلينا يعني بس انا يسبقوا عليه بس مش لو انا افترض يا جماعه انا بس بقول له تصبر يعني امتى ما يتصبرش عليه؟ طيب مش فاهم يعني ايه يعمل ايه اصلا. لا اصل انا جربت كل حاجه مفيش يعني جربت كل المدربين يعني عشان جربت كل حاجه. قول لي ايه اجربه كل جديد؟ المراحل يعني ايه اجربه جديد؟ مين هو لو مدرب خلص كان جاي لي وهو مش اجمد مدرب مطلوب في العالم؟ يعني لو مانشستر بره التوب 6 السنه دي هيصبروا على مورينيو؟ المفروض يصبر ايوه يا لو خلص يا طبعا. طب ولو خلص وحش يا خالد يا سكسي لو خلص وحش تاني ليه؟ نفترض نفترض اصبر برضو معلش. هو ثانيه بس ارتيتا قعد كام سنه عشان يخش التوب 4؟ من تاني سنه 3 من تاني سنه ثالث من سنه تاني سنه يا جماعه سنتين الثالثه طلع توب 4. يورجن كلوب خد سنتين على ما يخش التوب 4 عادي. يعني انت ما عندكش مشكله انا مش بهزر والله لو ما عنديش خلصت مشكله 11 12 13 معلش كام مش هتفرج عليهم بس مستنيهم عادي يفضلوا سايبين المدرب. لا هو كتير الفرقه فيها ملامح تقول لك ان الفرقه دي هتلعب كوره كويسه وجايه بس في مشاكل بقى في الهجوم. دي عملت سوفليه هدافين الدوري السنه اللي فاتت بيضيع حاجات غريبه. عملت سوفليه يا كابتن مهند. ماشي كونيا بتستلم استلامه يعني هتفضل تقريبا احلى استلامه 3 شهور في الدوري الانجليزي عادي وبعديها شكرا انا نسيت الكوره بتتلعب ازاي مش هعرف احطها 1 ل1 في الجول. حاجات عجيبه لسه ما شفتوش ما لحقتش اشوفه. نزل 30 دقيقه ولا 20 دقيقه في الماتش وبرده في الماتش التاني نفس الكلام ما لحقتش. انا شايف ان هويلاند ما كانش يمشي. لسه ما مشيش هو العب بالاثنين وينافسوا بعض. ما كانش يمشي كان يقعد وينافسوا بعض على المركز لان انت ما عندكش. يروح نابولي يطلع هداف الدوري يجيب له الدوري زي مكتوميناي ولا انا في مكتوميناي عبره يعني ولا انا في مكتوميناي عبره. احنا لاعب في الدوري الايطالي مترشح بالون دور. بالون دور جاب جول كده خلاص هيبقى فشيخ. بالون دور يا باشا ده خلاص هياخد هداف العالم السنه الجايه. انا حاسس ان السنه دي التوب 6 هيفضلوا هم التوب 6 بتوع زمان صح؟ انا ده هذا هم اجهز 6 فرق السنه دي. اما اجى 6 فرق تتكلم على الكابتن بيب جوارديولا وقعد توتنهام اللي الدنيا في الاتحاد قال لك الفرقه دي من اكتر الفرق اللي كسبته يعني ساعه المصري انجلترا بسون من غير سون بكين من غير كين كله. توماس فرانك عمل ماتش وفي كل البطولات عايز اقول لك كسبوه في الشامبيونز ليج برضه. انت عارف لو الدوري بتاع توتنهام ماتشات سيتي بس هياخدوا الدوري والله العظيم. بس يعني هو جوارديولا ما تفهمش ايه اللي بيحصل. الموضوع لسه بقى يا جماعه هي لا الموضوع اصعب من فكره ان انت يعني المشروع ده صعب قوي صح؟ فكره اللي هو فكره في العناصر اللي معاه هو شايف فزلكه
يا جماعه انا شايف ان هي خلاص. فزلكه يا اسطى خلاص انا شايف ان خلاص هي عادي بقى. هي كفايه قوي كده. بص لما جوارديولا يخش في هي جون. مفقره قوي. لا هي مش هيطلع له عناصر مش مساعده. لا يا جماعه هو مفيش حاجه بتتقدم، مفيش فكره. اتفرج على السيتي مفيش حاجه بتتقدم. لما تلاقي ان السيتي بتاع منه الكوره بيطلع شاف يطلع بالكوره بتاع منه يخش جون تعرف ان خلاص. المعلم خلاص اللي في الملعب مبقاش موجود. يعني كان دربيون مؤثر جدا. هو سيمبا خلاص. انا شايف ان مفيش حد وصل للي هم وصلوا له ما شبعش كوره غير ريال مدريد. يا جماعه مش شبه عن كوره، هو جوارديولا مفيش فكره خلاص، هو اتهرش ومفيش قوه ما هو جوارديولا مع اللعيبه الاثنين شبعانين. دي بتحصل في كل فرق العالم. مش موجودين ومفيش زيهم. برناردو، رودري، دي بروين، مفيش زيهم. خلاص بقى اللي جاي كله نيكو جونزاليس ولا يعني فودن ما بيلعبهاش. وراندر لسه طبعا بدري عليه. وبرناردو سيلفا حتى لو بيلعب دلوقتي هو لا ثانيه بس. هو كيرو سيلفا يا جماعه كفايه قوي، المفروض بقى يبيعه خلاص بقى، هو ما بيقدمش حاجه. ماسك سيتات عليه. انت عارف لو هو هيمشي من النادي فعلا والله. فلوس الملعب على فكره. اول تغيير عمله نزل برناردو سيلفا. وبعدين ابتدى الماتش. ما كان دايما بيحلله، ما هو طبيعي كان. كان دايما بيحلله. صراحه ايوه طبعا ثلاث عناصر بتوع اللي في الدفاع او كل شويه يغير. وحتى ايت نوري لما ارتدى اتصاب. ايت نوري قلنا باك شيك بس وكمان بيلعب بخطه غريبه يا جدعان. لو حد لو تاخد بالك ما بيعيشلوش باك شمال، ما بقاش باك شمال اللي اخد باك يمين عملوا باك شمال عشان يعيش له كنسله بس. انما ما بيعيشلوش باك شمال. بس هو بيلعب باك شايني يا اسطى، هي دي المشكله. بيلعب باك يمين، هي دي المشكله. هو بيلعب يمين يرجع الناس. ووكر لويس الله يمسيه بالخير. انا بكلمك هو يا اسطى هو لسه يا جماعه خلاص. انا لسه هتفزلك، لسه هلعب اهو. مش معاه مش عارف كده يا اسطى. مش فكره عناصر من غير يتفزلك، ما هو قاعد يتفزلك يا اسطى كام سنه يا اسطى لغايه ما جاب في الاخر راس حربه. انا بكلمك فكره كده بقى. هي خلاص هي مش تمشي خلاص على طول فزلكه، وانت العناصر دي مش هينفع. وهو ما عندوش في الاخر طرطان يا اسطى اللي هو يبني الفرقه دي من اول وجديد من الاخر. هو لازم هو هو شبع كوره مع برشلونه، شبع كوره مع بايرن، وطول مع السيتي. فان هو كده شبع كوره ده يعني مفاجاه. فتره طول. هو خلاص هتلاقيه السنه. انا متوقع اللي هو السنه دي لو فشل تاني قول شكرا. كده كده هو المفروض اللي هو هو مدى سنتين تقريبا. يجدد. هو كده السنتين اعتقد معاه 27 واختيار 2000 زياده. بس هو لازم يمشي خلاص كفايه كده. طب السؤال المهم بقى يا جماعه، مرموش ظلم نفسه ولا مرموش ظلم نفسه ان هو راح سيتي؟ لا ظلم نفسه ولا ظلم معاه؟ عمره ما يكون ظلم نفسه. لا اتظلم معايا شويه بس هو ما ظلمش نفسه. يا جماعه بس لو في الاخر اي واحد كان هيجي له. اقول لك حاجه، ناس فكره صلاح لما راح تشيلسي يا جدعان ما تظلموش حد، هو حسب حظه. صلاح لما كانت فازل غلط تشيلسي لازم وموبوليني بيتكلموا كده يروح. كده يروح طبعا. ده جوارديولا كلمه وهو بيلعب في الدوري الالماني كده يروح. هو حظه وحش اللي هو لا ونقله اي حد هيعوز يتنقلها حتى لو بتقع. في الاول وفي الاخر هو يعني هو بس هو مش فاكر حظه وحش، هو عشان مركز. بس هو ما كانش مركز قوي. ممكن يبقى منقذ يا اسطى، ممكن يبقى الحجه دي بتاعته. توتنهام مع توماس فرانك مع ريتشاردسون مع قدوس مع جونسون فرقه مرعبه. بيدرو بورو لا فرقه مرعبه. بدأ حلو بصراحه. مع بالينيا بالينا كان ناقصهم قوي. كان ناقص. انا عاجبني توماس فرانك يا جماعه قوي. انا حاسس ان هو في بجد من ارتيتا في حاجه، ان هو عمل سيستم هوائي للنادي، ان هو دخل بسومه بيجي متاخر ما بيجيش التمرين كويس ما بيجيش في مواعيده طلعه بره. حاطط سيستم هناك في النادي حلو قوي. عامل يعني كابتن عمر سيستم ده المدربين عندنا بيجوا يعملوا كده وما بيحصلش حاجه برضه. هو عامل فرق والله. لا يا جماعه بيجوا يعاقبوا وبتاع عامل سيستم للنادي. بيلعب كوره من فتره كبيره من ايام برشلونه. حصل. دي بس جوجلو يا جدعان كان مدرب قوي برضه. لا، معلش هو بس مجنون. هو مدرب قوي بس مجنون. يعني مثلا لعب 20 ده ال 20 فرقه بتاع الدوري ولعبوا الشامبيونز ليج بنفس الخطه. ده مش صح. ده مش مدرب مدرب. مجنون هو ده اللي عمل الخطه اللي لعب بيها قدام باريس. هو اللعب بس اساس الماتش قدام سيتي. ماشي ما هو دي ده مدرب فاهم. اللي هو رجع ورا اللي هو دافع، لكن هو فضل ضغط السيتي لغايه اخر دقيقه. هو ده الفرق انا شايف. لكن هو مدرب ما هو بالظبط. ما هو ده الفرق ان بس كوجلو كان مجنون في الهجوم بس مدرب حلو. بس مجنون في الهجوم 17 يا اسطى. ما حصل. ده ثانيه بس اشمعنى بتقول اصلا مانشستر كانت 15 اشمعنى هي ما كناش مجانين في الهجوم عادي. ثانيه بس انت بتقول ان ده واحده بتقول ده مدرب وحش عشان ال 17. طب مانشستر كانت 16 ماشي. بس المدرب لما جه يجيب نص الموسم هو مريم جاي في الاسبوع العاشر على ما اظن 11 حاجه زي كده. ثانيا هو فتح له ترانسفير ويندو، جاب 4-5 لعيبه، مشى لعيبه هو مش عايزها،
فلسه ابدا احكم عليه. ما بوستوكوجلو كانت اول سنه، انا شايف ان هو كان لا مش اول سنه، تاني سنه. اول ثاني سنه يا حبيبي، ثاني سنه. صح بقول لك الموسم سيزون 3 از جانا بي مش عارف ايه. صح والله. لا بس بقول لك اهو، ودلوقتي في كاس فكرة عم بيتكلم عليه يعني. كله بيتكلموا معاه. هقول لك مين بيتكلموا معاه، وويست هام عايز يمشيها هاري بالظبط. لا ونوتنجهام فورست كده اصلا كابتن مختار في مشاكل مع الاداره والدنيا خربانه. يعني من ضمن الاسامي مختار هيمشوه تاني. كله لا هيمشي، والله. ومورينيو، وكمان نوتنجهام عايز مورينيو. مشاكل ضمن الاسامي. هو رئيس اللي معاه مشاكل، هو العكس السنه ولا معاه مشاكل. مع بعض من ساعه فاهم لما نزل له تحت احمد مرتضى منصور سياده المستشار سياده الموسيقار. عشنا سادس ولا سابع. انتوا عارفين السوبر كمبيوتر اتوقع ان كريستال بالاس السادس على الدوري؟ لا والله والله. انا متوقع 2-0 كريستال بالاس. انا اصلا وتوقعنا كم؟ التاسع. يا عم رضا بس يعني مانشستر ما الخير جاي، مش الخير جاي. مانشستر قادم. الخير لا بجد مانشستر جاي، بس انت عايز بس صمت، عايز نسترجع، عايز حالك عايز نسترجع. كده شايف ماتش ارسنال على فكره. هو لسه، بس هي الفكره كلها استنى يعني يعمل ايه في يناير. ممكن يجيب لعيبه ثانيه. هو خلاص جاب حارس مرمى دلوقتي، جاب واحد حارس مرمى راح. المفروض، بس انت لسه بتجربه، ده 23 سنه وبتاع، انت ما جبتش دوناروما يعني، كان قدامنا دوناروما. اي حد احسن من اوليفا. حد احسن حصل دلوقتي اي حد احسن من اوليفا مش فارقه يعني. انا شايف اللي هو لا احسن. فورم فعلا يعني. شغل رايا ما شاء الله. طيب بالذين رايا ما شاء الله. الكيرف طالع. لا الكيرف طالع. وحش قوي، لا بجد وحش قوي ومستواه مش لا اسلك هو وحش قوي بجد. ده الحسد، ده الحسد. هي وحش قوي وبتاع فككوا مني والله يا جماعه. وبعدين المشكله هو اتصاب فيه عندي خرم واخده منه مكانه سايب لي علامه في كل حته ابن اللذين. انا نفسي افهم عايز عامل قافش عليهم ايه؟ مش عارف. انا مش عارف ده انا نفسي اعرف ازاي، بس على فكره والله هو كيبا جاي بسعر بالنسبه لاسمه حلو. انا جايبه ب 5 مليون، حاسس هتبقى 5 مليون. هو مفيش منه. ده يا ابني اخر مره لعب ريال مدريد كان بيغشش لونين فاهم. العيال هتقع انت فين؟ ما لعبش. جربناه ماتشين في الدوري الاسباني ارتيتا مش هو قاعد ينقي مين. نزل السوبر ماركت ونقى جاب 5-6 لعيبه دلوقتي من عندنا. عارف دخل حاجه كلها عارف انت توم جيري بيخش في صندوق الزباله. هو بيخش في صندوق الزباله تشيب. يقعد ده احنا زمان عندنا والله العظيم بنكرمه. على فكره والله الدوري كله ملسوع منكم. انتوا ليكوا في كل نادي فاهم عمل اسود. ما وانت عندي، ما وانت عندي. ثانيه ريال مدريد ما وانت واخد منه حاجه ولا لا؟ بص، مفيش حد ما خدش منك حاجه وسخه. ما وانت ده بصراحه كان جاي لي، وعندهم كان الواد انا ما بحبوش الصراحه، بس لعيب مفيد، لعيب مفيد. انا اول ما جالي قلت انا ما بحبوش. فاضل الاهلي بس والزمالك هيفيدنا. ما خدش منك حاجه. ولا اي حاجه واحده. بص هو انت مش هو هيرو اهو على الحلم الانجليزي وخلاص وراح حصل. باك. قلنا له يا عم والله العظيم مش هشغله، مش هشتغل معاك، مش هشتغل ماتش. لازم كان زي الفل عندكم، عملتوا فيه ايه؟ مش عارف اقول لك ايه. انا تنهاك كده هيطلع منه كده. تنهاك اصلا طلع بره. الباشا راح جد هازارد هو ليه طريقه معينه في التدريب، مش ولا ايوه ولا اي حاجه يا عم. ما بيتدربش ده. المفروض يبيع كتالوج مع ده كان اللعيبه. يطلع يعني ينزل الترليم ببيتزا مثلا. انا خدت من عندي كتير يا اسطى. طب اعمل لك ايه؟ بس انت في الاول وفي الاخر انت خدت من عندي كتير، بس هم كانوا بيحبوا يروحوا لهم مش عايزين يسيبوا لندن فعايز يلعبوا. تستعبطش، دي حقيقه تكدبش. كام لعيب كان عندنا وراح لعب عندك عشان خلاص انا قعدت حبيت المكان. حلوه المدينه، روح ارسنال بالظبط. عشان كل جوله كده. نتقابل الجوله الجايه. عايز بس الخيال الكدابه اللي انت عايش فيها دي ما تفضلش يعني ايه، تفضل على حالها. بنشوف تقول بقى احنا لسه في المشروع ولسه بنشطب ولسه والله محرنا، بس لسه ما نزلناش بالصراحه. لسه هنشوف الماتش الجاي على فيسيوت ده. خليك على توت ده كده كده الليله دي حتى الموسم عشان وقت الحساب ساعتها انا مش عارف. ولما اطلع كسبان بعد كل ده في الاخر لما وقفكم قدامي وكبكوا كلكم. هو فعلا والله هو فعلا هو اقرب واحد الدوري هو ليفربول. بس انا شايف هو اقرب ليفربول عشان فكره المشاكل اللي فعلا عند ليفربول. هي دي الفكره. بس خلي بالك هو لو خسر برضه ما هيفضل مخلي ارتيتا. اهو ده سؤال مهم بقى. انا سالت الواحد ارسنالاوي من كام يوم، الحلقه الجايه قال لي ده سؤال حلو وسكت. عشان اكيد مش هنفضل مركز تاني واداء مش لسه بالحصاد ان شاء الله. ان شاء الله. اقفل يا ابني. معانا في سبوتايه انجليزيه مع خالد وعمر ومعاذ. ان شاء الله كده الحلقات الجايه تشامبيونز ليج ورا تشامبيونز ليج. مبسوط ان انتوا معايا، بكم الحلقه عجبتكم. شكرا يا رجاله. حبيبي يا رجالة.